السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد. بالنسبه لهذا الفيديو هذا البنات، جبت لكم فيه موديلات ديال الجلابه اللي كتجي هكا بالقفطان ديالها، وكاينين بعض الموديلات اللي ما فيهمش القفطان ولكن تيكونوا هكا كيجيو خصيصا للمناسبات، لانه كيتميزوا بواحد الخدمه اللي كتكون هكا شويه عامره. بالنسبه لهاد الجلابات هادو بالقفطان او لا بلا قفطان فهما ديال المناسبات. وهنا غادي نبدا معكم باول موديل. كما كتشاهدوا جلابه اللي كيجي فيها القفطان ديالها، كتجي هكا مخيطه سامبل وفيها الطرز او لا التنبات على الستر بالالوان. كذلك البنات كاين هذا الموديل هذا جليلبه اللي كتجي هكا بوحدها ما فيهاش القفطان، ولكن كتجي مخدومه بواحد الشكل ديال التنبات اللي كيجي هكا عامر كما كتلاحظوا هنا الشكل ديال الجلابه. وكاينه هذا الموديل هذا حتى هي جليلبه اللي كتجي هكا بالقفيطين ديالها، كيجي فيها التنبات ومخدومه هكا بالزواق ديال المعلم بالنسبه للخراط والكميمات، وفيها تنبات من على الستر كيجيو فيها الخراط كما قلت لكم. كتجي بواحد الفصاله ما بين روميه وعصريه، لانه الخرط كيكونوا في الجلابه المخزنيه، ولكن هذا الموديل ديال هاد الجلابه هذه اللي شفتوا معايا كتجي بفصاله شويه ايفازي، ولكن في نفس الوقت فيها الخراط اللي جاو هكا من الجناب، الشيء اللي عطاها واحد الشكل زوين بزاف. وبالنسبه لهذا المقطع هذا فكما شاهدتوا كاينين مجموعه ديال الجلابات اللي كيجيو بواحد التصميم اللي هو عصري من حيث الخدمه ديالهم ولا الفصاله. جلابات هكا صيفيين ولكن مناسبين للحضور والمناسبات. وهنا البنات غنشوف واحد الجلابه اللي جات من الثوب ديال الجوهره، كتجي مخيطه هكا بالصم كيف ما كتلاحظوا، وفيها الدونتيل اللي جا في الكمام وفي القب ومن التحت ديال الجلابه جات بواحد التصميم اللي هو انيق وزوين بزاف، مناسبه للحضور كذلك والمناسبات. كذلك كاين هاد الجليبه هادي حتى هي كتجي هكا مخدومه بالصم كيف ما كتلاحظوا معايا بالزواق ديال المعلم والتنبات، الطرز حتى هو راه كاين. جلابه كتجي هكا انيقه بزاف. كذلك كاين هاد الجلابه هادي اللي كيجي معاها السلهم ديالها ولا كتجي مفتوحه. هنا غنشاهدوا هاد الموديل ديال هاد الجلابه هادي اللي كتجي بالتحتيه ديال الدانتيل مخدومه هكا بالزواق ديال المعلم، كتجي بالخياطه خفيفه ديال الطريسنات والزواق ديال المعلم. جلابه اللي جات هكا انيقه وخفيفه وزوينه في نفس الوقت للمناسبات. كذلك كاين هاد الجلبه هادي اللي كتجي بالطرز الباطي مخدومه بالسفيفه هكا في اللون واحد. جلابه كتجي حتى هي زوينه وانيقه بزاف. كذلك كاين هذا الموديل هذا جلابه اللي كتجي هكا سامبل مخيطه باللون الاورانج مع القفطان ديالها اللي كيجيو فيه هكا بزاف ديال اللوينات. جلابه كتجي انيقه وخفيفه وبالوان اللي هما صيفيين. بالنسبه لهاد الجلابه هذه البنات كيجي معها القفطان ديالها. بالنسبه للموديل ديال الجلابه هنا فهي مخدومه بالزواق ديال المعلم كيف ما كتلاحظوا، كتجي كذلك بالضفيره نص دزيري والعقاد اللي واصلين حتى لتحت. بالنسبه لهذا الموديل هذا جلابه كتجي حتى هي مخدومه بخياطه خفيفه، كتجي معها التحتيه ديالها اللي جات مخدومه بالطرز المشبك كيف ما كتشاهدوا. جلابه انيقه وزوينه بزاف. وهنا كاين تنسيق ما بين اللون الابيض والاورانج اللي كنلقاوه بزاف هاد السنه. بالنسبه الجلابه فهو من الالوان اللي دارجه بزاف، بحال هاد جليلبه هادي جات هكا بواحد الخدمه اللي هي اصيله. كما كتعرفوا ان الطرز مسوس قديم وهكا جلابه اللي تبقى عندكم بحال الا درتو بحال هاد الموديل جلابه ما غاديش يجي واحد الوقت وتفوت وتمشي، غتبقى عندكم دائما. بحال هاد الجلالب هادو تيبقاو نلبسوهم دائما، يعني ما تيموتوش وماشي ماشي غير فتره وكتمشي، خصوصا اللي تيكونوا هكا مخدومين بلون واحد. وكيف ما شاهدتوا هنا راه شاهد البنات مجموعه ديال الجلابات اللي كيجيو بالطرز والتنبات بواحد التصميم اللي هو متميز. بالنسبه البنات اللي كيبغيو هكا شي حاجه كتكون ثقيله فهاد الموديلات هادو كيجيو ثقال بالتنبات كيف ما كتلاحظوا. جليبات هماويين ديال الحضور والمناسبات بحال هاد الجلابه هادي اللي كتجي عامره بالتنبات من الكميمات كيف ما كتلاحظوا. هنا الخدمه ديالتها على نص طوق.
كذلك البنات كاين هذا الموديل هذا جلابه اللي كتجي حتى هي بالقفطان ديالها كيف ما كتشاهدوا، كتجي بالطرز رباطي ومخدومه بالعقاد والطراسن حتى لتحت. وكذلك كاين هذا الموديل هذا جليبه اللي كتجي مخدومه هكا بواحد الخدمه اللي هي آه خفيفه وكيجي فيها الطرز الرباطي. بالنسبه لهذا الموديل هذا فهو جلابه اللي كتجي مخدومه بالطرز الرباطي وسفيفه رقيقه. بالنسبه للموديل ديال التحتيه فهي كتجي مخدومه هكا بضريس خفيف ديال الراندا في لون واحد. جلابه حتى هي كتجي زوينه وانيقه بزاف بالقفطان ديالها. وهنا غنشاهدوا باقي الصور ديال هذا الموديل هذا باش تعرفوا ليه بشكل هكا مفصل. هنا كنلقاو حتى الزواق ديال المعلم كيجي بالنسبه لهاد الجلابه هذه مع الطرز الرباطي. وهنا كنشاهدوا موديل ديال الجلابه اللي كتجي مخدومه غير بالطراسن خفيفه وكيجي معها القفطان ديالها. ودائما على الموديلات الخفيفه كنلقاو هذا الموديل هذا حتى هو موديل اللي زوين كتجي معاه التحتيه ديالو كيف ما كتلاحظوا. وجلابه كتجي مخدومه هكا بالزواق ديال المعلم والسفيفه رقيقه. بالنسبه لهذا الموديل هذا ديال دنيا باطنه فهو جلابه بقفطان ديالها كتجي فيها طرز الرباطي والطرز زواق المعلم اولا كيتسمى هذا زواق ديال المخ. حتى هو من الخدمه اللي كانت قديمه شحال هادي ورجعوا ليها دابا. كنلقاوه بزاف د الموديلات تيجي حتى هو زوين في الشكل ديالو خصوصا الا خدمناه بواحد الخدمه اللي هي كتكون هكا خفيفه بحال الموديل اللي شفتو معايا. كذلك كاين هذا الموديل هذا حتى هو موديل اللي كيجي هكا خفيف. سبقنا وشفنا واحد الموديل بحالو. هنا كاين الاختلاف فقط في اللون. تيجي حتى هو زوينين هاد الالوان بالنسبه للتنسيق ديالهم. وهنا غادي نشاهدوا باقي الصور ديال هاد الموديل هذا باش تشوفوا كيفاش كتجي جلابه في الشكل ديالها والتفاصيل الخاصه بها. وكذلك البنات كاين هذا الموديل هذا جليبه اللي كيجي فيها الزبق ديال المعلم مع تحتيه اللي كتجي منبته هكا بالعقيق كيف ما كتشاهدوا. وجلابه كتجي مخدومه هكا بخياطه نسطوق ديال الطريسنات. بالنسبه للفصاله هنا فهي فصاله مخزنيه كتجي جلابه هكا شي حاجه زوينه وانيقه بزاف. كذلك كاين هذا الموديل هذا واللي حتى هو نفس الخدمه كاين الاختلاف فقط في اللون. وهنا كاينه واحد الاضافه ديال زواق المعلم اللي جاء على الخدمه ديال النسطوق. كذلك كاين هذا اللون اللي كيختلف حتى هو في الرشمه وفي الخدمه اولا في اللون عفوا. كذلك كاين هاد الجليبه هذه كتجي حتى هي بالطراسن هابطه حتى لتحت مع التنبات وكتجي حتى هي فيها التحتيه ديال اللي كتجي هكا منبته بالعقيق. كذلك كاين هاد الجليبه هذه اللي كتجي هكا بالتنبات حتى هي كتجي انيقه وزوينه بزاف. الى لاحظتوا البنات فكنلقاو اللون البرتقالي اولا الاورانج بزاف بالنسبه للموضه الخاصه بالجلابه لهاد السنه هذه. جبت لكم فيه بزاف ديال الموديلات. المهم هنا وصلت معكم للنهايه ديال الفيديو. كنتمنى يعجبكم ومع السلامه.